سلام، أنا رون. مقطع جديد وقصة جديدة، صلوا على النبي، يلا نبدأ. تقول صاحبة القصة: أنا بنت واسمي ريم. بدت قصتي من لما كان عمري 6 سنوات. كان عندي أخ أكبر مني بسنة، وعندي أخ أصغر مني ب3 سنين، وأمي حامل بولد وأنا البنت الوحيدة. كانت أمي صغيرة يا دوب عمرها 21 سنة، وأبويا أكبر منها ب2 سنين، والضغط اللي كان على أمي كبير مرة. أخويا بالصف الأول ابتدائي، وأنا خلاص بدخل مدرسة، وأخويا الثاني صغير، وأمي حامل. طبعا أمي وأبويا أولاد عم، وعندي أنا خال وعمة برضو هم يعني أولاد عم، نفس الشيء، متزوجين لهم تقريبا 8 سنين وما عندهم أولاد. كانت عمتي كل ما تحمل ما تكمل 6 أو 7 شهور والولد يموت. ما أعرف السبب، بس أتوقع عشانهم أولاد عم. المهم جات عمتي الأمي في يوم وجلست تشكيلها وتفضفض لها. وجلست تشكيلها وقالت لها أن الهم كبير صار عليها، وسالفة جر سالفة. قالت عمتي الأمي: أعطيني واحد من أولادك إلى ما تولدين أنتي، أشيل عنك الحمل شوية. أمي وأبويا وافقوا، لأنهم ببساطة ما هم غرباء، والعائلة كلها رشحتني أني أكون أنا، لأن عمتي هذه واللي أناديها أمي إلين اليوم من وأنا صغيرة وأنا متعلقة فيها. فلما أمي ولدت بالسلامة انتقلت أنا لمدينة عمتي وخالي، تبعد مدينتهم عن مدينة أهلي ساعة تقريبا. رحت لهم وكانت بداية دراسة. أنا فرحت مرة لأني ببساطة أحب عمتي. طبعا عمتي كانت معلمة وخالي كان معلم، وفي المدرسة اللي سجلوني فيها كانوا يدرسون معايا خالي وخالتي الثانيين كانوا بعمري. سجلت فيها وكنت مرة مبسوطة، داومت وصرت من أفضل الطلبة. كنت مرة أحب الدراسة، كنت كل سنة أطلع الأولى على المدرسة. طبعا كنت كل نهاية شهر أروح لأهلي أنا وعمتي، نجلس كذا يومين. طبعا عمتي كان هذا بيت أبوها، يعني هي أصلا من قبل لا تأخذني كانت تيجي هنا كل ويكند. وبصراحة أنا كنت أكره أروح لأهلي، طول ما نكون عندهم كل واحد مشغول في حياته. أخواني هناك مشغولين، وأمي وعمتي مشغولين في البيت، وجدي وأبويا دائما برا البيت، وجدتي أم أبويا متوفية الله يرحمها. طبعا جدي متزوج وزوجته دايما طيبة، لكنها دايما في غرفتها. فدايما لما أجي عند أهلي أكون مرة طفشانة وأحس إن العائلة مفككة، لأني متعودة على شيء ثاني تماما. لما كنت في بيت عمتي دايما نكون مع بعض، وأنا يا ألعب يا أقرأ. ولما تيجي عطلة الصيف نروح لأهلي، وأنا أقول عمتي إني أنا ما أبغى أروح، وهي تجبرني على الأقل أقضي شهر واحد مع أهلي. فعشان ما أبغى أزعلها أوافق، وبس نوصل في بيت أهلي على طول جري البيت عمتي الكبيرة. عندها بنت بعمري مرة أحبها، وهي مرة صحبتي. بيتهم جنب بيت أهلي، فدايما تلاقوني عندها وألعب معاها. فاستمر الوضع كذا إلى ما كملت أنا 6 ابتدائي. اتخرجت من المدرسة بامتياز، كل هذا بجهد شخصي لأني أنا مرة أحب الدراسة. بعدها أمي جات عشان تشوف أبوها، أمي اللي هي عمتي جات عشان تشوف أبوها اللي هو أبو أبويا، زي كل فترة زي كل عادة. بس ثاني يوم الساعة 11 الصباح سمعت هوشة بين أمي الحقيقية وعمتي اللي ربتني. كان الصوت عالي، لكن للحين ما أعرف إيش الكلام اللي دار بينهم. اللي أتذكره إن جا جدي وصارخ عليهم، وأنا رحت المجلس وقلت لجدي: لا تصارخ على أمي. أمي اللي طلعت فيني وقالت: يا حبيبة قلبي. قلت لها: لا مو أنتي، أنا أقصد أمي إيمان اللي هي عمتي. هنا أمي عصبت، وجدي على طول تدارك الوضع وقال: تعالي هنا يا حبيبتي. مسك يدي وقال: لا أرجع إلا وألاقي الموضوع عن حل. مسك يدي وقال: لا أرجع إلا وألاقي الموضوع تقفل، لا تلاحظ البنت. أخذني، رحنا للمول، اشترينا أشياء كثير عشان بس أنسى اللي صار. رحت أركض على أمي إيمان اللي هي عمتي، وقلت لها: ماما عادي أكلهم كلهم بس هذه المرة. طبعا هي ما كانت تمنع عني الحلويات، بس كانت تأكلني بنظام معين، عشان كذا أستأذنها. قالت لي: إيوه يا بنتي، وحضنتني حضن كأني بضيع منها، كأنها خايفة علي. في نفس اليوم في الليل سمعت جدي يقول لخالي: روح خذ فلانة اللي هي أنا وخذها للسوق. ما استغربت، لأنه دائما هو اللي ياخذني للسوق وياخذني معه أي مكان إذا كنت فاضية. لكني سمعت كلام بعد كذا إنه خذ فلانة عشان ما نبغاها تسمع الموضوع اللي بينفتح اليوم في الليل. جاء الليل ورحت أنا وخالي للسوق، وما فكرت كثير بالموضوع اللي يبغون يقولونه، لأني ببساطة انبسطت مع خالي في السوق. لما رجعت البيت دخلت على عمتي، واضح عليها أن هي تبكي. سألتها: إيش فيك؟ قالت لي: ما فيني شيء، نمنا وصحينا الصبح. وأمي الحقيقية هي وخالاتي كل واحدة فيهم رجعت بيتها. جلست أنا في بيت جدي لمدة شهر تقريبا. صحيت الصبح لقيت عمتي تجهز ملابسي وتلمها كلها. قلت لها: إيش قاعدة تسوين؟ قالت لي: خلاص أنت بترجعين لأهلك. قلت لها: ليش؟ إحنا قبل شهر كنا عندهم. قالت: خلاص أنت بترجعين على طول، ومدرستك المتوسطة بتنقلين هناك وخلاص. طبعا هذا كان أسوأ كلام سمعته في حياتي. جاتني سيارة لحد البيت كان فيها أخويا الكبير وأخويا اللي بعدي، كلهم جو ياخذوني. أنا لسه كنت في طور الصدمة، للحين ما نزلت مني ولا دمعة ولا قلت أي شيء.
عمتي هي اللي جهزتني، لبستني، ما نطقت بولا حرف قبل لا أروح غير سؤال واحد بس. قلت لها أنتي ما بتروحين معايا؟ هي ما تكلمت ولا جاوبتني، كانت بس تبكي. مشينا وأنا طول الطريق ساكتة، وأخواني كمان كأنهم مغصوبين إنهم يجوني. وصلنا البيت، جات أمي ورحبت فيني، أخذت شنطتي وفرغت ملابسي في دولابي ورتبت كل شيء. بعدها طلعت للغرفة اللي جهزوها لي. على العشاء ما أكلت ولا لقمة. بعد ما خلصوا أكل قال لي أبويا إني أجلس معاهم. طلع علبة من الدرج وكان فيها جوال جديد، أعطاني الجوال. وقتها طبعا أنا ما كان عندي جوال، بس ما كنت مبسوطة فيه قد ما كنت أنبسط لما عمتي تعطيني جوالها وأجلس عليه. لما شافوني كذا ما في أي ردة فعل، سألني أبويا إيش فيك؟ هنا أنا انفجرت. كنت استنى أحد بس يقول لي إيش فيك عشان أنفجر. كنت أبكي وأصيح. قلت ليش من قبل ما طلبتوني إني أجي عندكم؟ ليش عطيتوني لعمتي؟ ليش ما قلتولي إني أبجلس عندها فترة مؤقتة بس؟ ليش خلتوني أجلس عندها طول العمر هذا وفجأة تجون تاخذوني منها؟ طبعا وأنا أتكلم وأنفعل أغمى علي. رحت المستشفى وتكيت في المستشفى يومين عايشة على المهدئات. عمتي اللي بحسبة أمي وخالي جو عندي وتنوموا معايا. لما رجعت البيت أهلي ما قدرت أتأقلم بسرعة. قالت عمتي إنها بتجي تجلس معايا لما تخلص العطلة. طبعا أنا انبسطت، لأن وقتها حتى بنت عمتي اللي حكيتكم عنها أول نقلوا المنطقة ثانية، يعني وقتها ما كان عندي أي أحد. عشت معاهم وبديت أتأقلم. الصراحة ما بقول إني تأقلمت مرة، كنت حزينة شوية. بدأت أفهم وضعي شوية معاهم. كانت عائلة متفككة. بعد ما كنت شخصية مرحة وطفولية صرت شخصية متناقضة. فجأة أكون هادية وفجأة أنقلب وأصير عصبية. فجأة كذا ينقلب المود عندي، تنقلب إعداداتي أصير غامضة. يعني صرت غريبة الأطوار بمعنى الكلمة. فكرت كثير إني ألتجأ لطريق غلط، لكن الحمد لله أشكر ربي إنه ما خلاني أمشي في هذا الطريق، وهو طريق الجن والشعوذة. الحمد لله إني ما سويت هذه الأشياء والتجأت للشيطان. الحمد لله إني لجأت لربي. الآن أنا عمري 16 سنة، وزي ما قلت لكم شخصيتي شخصية غريبة أطوار. وعمتي للآن ما عندها أطفال، وأنا أعتبر نفسي بنتها الصراحة. وأقدر أقول للآن ما قدرت أتأقلم مع عائلة مفككة زي عائلتي، ما بينهم أي مودة وحب، عكس اللي كنت عايشتها قبل مع عمتي. بكرة أول يوم دوام لي لأنها خلصت العطلة، وأنا في مدرسة فيها متنمرين كثير. صار لي كثير أتوسل في أبويا وأمي إنهم ينقلوني، لكنهم رافضين ويقولون ببساطة ما راح تمشينا على كيفك، ودائما يصارخون علي. وأنا والله ما أسوي شيء. إيش السبب؟ لأني بس ما أطلع معاهم ولا أجلس معاهم. أحب أجلس لوحدي، وما أقدر أقول لهم ترى أنا أتعرض للتنمر، لأن أنا من طبعي الكتمان، وما حد يعرف هذا الشيء إلا عمتي اللي ربتني. حتى قبل شهر تقريبا طلعتني من موقف محرج، ما حد كان عارف أصلا إن فيها شيء إلا هي. أنا عندي حالة لما أشوف ناس متجمعين أكثر من 10 أشخاص، حتى لو ال10 ذول كلهم أعرفهم أو كل يوم أشوفهم، ما أبغى أشوفهم دفعة واحدة. ما أقدر، أرتبك، أخاف. كان عندنا عزيمة كبيرة مرة فيها كل القرايب، وأنا ماني قادرة أسلم حتى عليهم. طلعت غرفتي وقفلت الباب. جات أمي تخاصمني، جات عمتي وخرتها من الباب وقالت لي افتح يا ماما. نزلت أمي الحقيقية وعمتي جلست معايا وقالت لي ما عليك، أنا بساعدك تنزلين وتسلمين عليهم وتجلسين معاهم كمان. قلت لها بس أنتي تعرفين إني أنا أخاف، بس أنتي تعرفين إني أنا أخاف من الزحمة. قالت لي مالك، أنت جلسي هنا وأنا لما أناديك تعالي. ولأني أثق فيها وأثق برأيها قلت لها طيب. هي راحت شافت مكان متجمعين فيه حريم لكن مو كثير، نادتني، سلمت عليهم ورجعت لغرفتي. ولما طلعوا بعض من هذول الحريم وصار في غرفة ثانية فيها ناس، نادتني أسلم عليهم برضو وسلمت عليهم ورجعت بسرعة. وكذا لما خلصتهم كلهم، يعني قدرت تصرفني. ولما جت أمي تخاصمني وتقولي ليش لسه بغرفتك انتي، جات واحدة من المعازيم على صوت أمي قالت لها ترى بنتك سلمت علينا. أمي استغربت وسكتت وتركتني. كان كل موقف يصير لي عمتي هي اللي تحله، كل ما تحل لي شيء أحبها أكثر من أمي الحقيقية. أتمنى كلكم تدعوا إني أنتقل من المدرسة هذه، وإن أهلي يقبلوني ينقلوني، لأني جد تعبت من التنمر والخوف من الناس، وما أقدر أروح وأقول لهم إيش صاير معايا وإني أنا قاعدة أتعرض للتنمر، لأني لو قلت لهم ببساطة بيسوون مشكلة كبيرة في المدرسة، بيتمشكلون مع الإدارة وسمعتي بتروح فيها. انتهت القصة. رأيي الشخصي. شوفي يا صاحبة القصة، أنا ما أدري فين كان عقل أهلك لما أخذوك ودوك لعمتك، وبعدين كذا بعد كم سنة تذكروا إنه عندهم بنت وقالوا يلا نرجعها، يرفعون الضغط. ولكن ما بيدك شي تسوينه. من ناحية التأقلم حاولي